التشكيل وأس تصميم هي المادة اللي بتحتوي على المفاهيم والمصطلحات الجمالية. دايما لما يكون في ايدك عناصر التشكيل مع فهم مناسب لطريقة استخدام العناصر دي، انتاجك بيكون الشكل الجمالي دي احسن. عناصر التشكيل عندنا هي النقطة والخط والشكل، هنضيف عليهم كمان form, color, space, texture, text. الطريقة اللي احنا بنستخدمها علشان نجمع العناصر دي ونصيغ العناصر دي مع بعضها اسمها أسس التصميم. ما هي المادة اسمها تشكيل أسس التصميم. المبادئ دي أو الأسس التصميم بتاعتنا طبقا للمراجع الغربية فهم 8 عناصر للتكوين، لكن طبقا للمنهج الشرقي فهي 15 عنصر للتكوين. والمنهج اللي احنا هنشتغل عليه هو المنهج الشرقي المتمثل في أكاديمية سان بيترسبرغ في روسيا. وكمعماري لازم تفرق ما بين أسس التصميم الفنية وأسس التصميم المعمارية. طبقا لبيتروفوس ففي 6 عناصر للتشكيل المعماري او 6 عناصر لأسس التصميم المعماري، ودول طبعا لازم هيكون ليهم فيديو خاص بيهم. احنا خلينا حاليا في ماده التشكيل وأسس التصميم بتاعتنا. اول مبدا معانا وهو ايونيتي او الوحده. الوحده في التصميم هي ان انت تستخدم نفس العناصر الفنيه بشكل متكرر ومستمر في جميع عناصر المشروع. من الامثله طبعا الكلام ده هيبدا يبقى اوضح. فمثلا مدينه سيانا في ايطاليا، وزي طبعا ما الاسم بيقترح اللون، الخامه المستخدمه في تكوين العنصر الاساسي لحجر الاساس اللي هو كانوا بيبنوا بيه في الوقت ده كان لون التراب او لون الطين، لون سيانا كولر. فده اللون الغالب على المدينه الموجوده، فكده واضح استخدام اللون ونفس الخامه بشكل متكرر في جميع اجزاء المشاريع. كمان الاطار التشكيلي للتصميمات موحد في جميع الاجزاء، بدايه من الفتحات المعماريه المتمثله في الابواب وفي الشبابيك وحتى شكل الاسطح على مستوى اصغر من المدينه وهو على مستوى المنزل. فواضح في التصميم ده استخدام نفس عناصر التشكيل في الواجهات وفي المساقط الافقيه وحتى في القطاعات الرئيسيه. وكمان بالنسبه للالوان والخامات هتلاقيها متكرره معاك في جميع اجزاء التصميم. فهنا ده اللي احنا بنقول عليه ان في لغه تصميميه موحده او اطار تشكيلي موحد. نفس الكلام برضو بينطبق على حتى التصميم الداخلي، من ان انت نوع الخطوط اللي بتستخدمها في التشكيل بتاعك والالوان والخامات بتبدا تتكرر معاك باستمرار في جميع اجزاء التصميم. فمثلا في الواجهه دي هتلاقي نفس الخامه بتتكرر معانا ونفس اللغه التصميميه اللي انت موجوده في جزء واحد بس بتتكرر معاك في كل الاجزاء. بصراحه كده دي مش الطريقه اللي احنا المفروض نبدا ندرس بيها المحتوى بتاع ماده التشكيل وأسس التصميم. دي النتيجه النهائيه اللي انت المفروض تكون قادر على توصيلها من خلال شغلك. هنبدا نتعلم العناصر دي بدايه من شكلها البدائي جدا في ال2 دي. فاكرين المشاريع اللي كلنا تقريبا بنجيب فيها 65% واحنا مش فاهمين اصلا احنا جبنا ازاي 65%، سواء دي كانت اكتر من توقعاتنا او اقل بكتير من توقعاتنا. وحتى اللي بيبقى جايب اعلى من 85% برضه ما بيبقاش عارف هو ليه جاب التقدير العالي ده، او يعني اذا كان اقل او اكتر من توقعاته برضه ما بيبقاش عارف ليه. اللي هيميزك من خلال دراسه محتوى الماده دي هو ان انت تقدر تجاوب على السؤال اللي بيبدا بليه. ليه التصميم ده احسن من ده، وليه اصلا الفكره دي غلط والفكره دي صح. انت فهمت انا عايز اقول لك ايه. بالاضافه لكده ان انت عندك اساس اكاديمي، فده من المفروض ان هو يبقى عندك الامكانيه ان انت تحط الاجابه في اطار واضح وبسيط للفهم. هنشرح العنصر ده من الاول عشان نبقى عارفين الموضوع بيبدا ازاي. اول مبدا معانا وهو ايونيتي او الوحده، ودي الطريقه الاولى اللي احنا بنبدا نشكل بيها العناصر بتاعتنا من نقطه وخط والشكل وغيره. بالنسبه للتصميمات دي هو انت بتتدرب في الماده دي على ان انت تبقى جرافيك ديزاينر. دي المايند سيت اللي انت محتاجها من خلال الماده دي. فانت التصميمات دي فيها وحده من خلال نوع الخطوط والشكل المستخدم باستمرار في التصميم ده او ده. بعدين الفوكس اليمنت بتاعتك او الفوكس بشكل عام، وده بابسط معنى ليه هو ان انت تقدر تعمل تركيز على العنصر الاهم عندك في التصميم. فاكرين في المشروع ده لما قلنا ان انت بتعمل تركيز على العنصر الاساسي بتاعك، هو ده اللي احنا كنا نقصده، ان انت بتستعمل البلوكس الموجوده في المشروع في ان انت تعمل فوكس على العنصر الاساسي بتاعك. بس خلينا نشرح العنصر ده من خلال حاجات مسليه اكتر وهي الافلام. What do you need? Guns. Lots of guns. تقريبا هنستخدم الفيلم ده كمرجع في كتير من الحاجات اللي جايه. فمثلا في مشهد زي ده لو لاحظنا ان المخرج بيثبت المين سبجكت بتاعه بشكل دارك شويه والخلفيه اللي وراه بتكون فاتحه خالص عشان يعمل تركيز على السبجكت الاساسي بتاعه، وهو ده المطلوب في جزئيه زي دي. وده لان انت لو ثبتت السبجكت بتاعك في اي مكان مثلا ضلمه ولا بتاع خلاص هو هيختفي، حتى في التصوير فيما بعد حتى لو كانت الوان مش هيبقى واضح بشكل كويس. فانت هنا ما بين النيجاتيف سبيس والبوزيتيف سبيس انت فيه كونتراست عالي، فعمل فوكس على السبجكت بتاعك. وطبعا الكونتراست ده عنصر لوحده هنشرحه بعدين. وبرضه الموضوع بيتكرر معانا في اكتر من مشهد، ان انت دارك سيلويت وبعدين اللايت باك جراوند، البوزيتيف والنيجاتيف سبيسز. هي دي العناصر اللي انت بتشتغل عليها مثلا في اجزاء زي دي عشان تعمل بوب اب للسبجكت الاساسي بتاعك.
طريقة تانية بتعمل بيها تركيز على العنصر الأساسي بتاعك وهي قاعدة الرول اوف ثيرد، أو إن أنت بتثبت العنصر بتاعك. أنت لما بتقسم اللوحة بتاعتك للتلت والتلت والتلت وهكذا، يعني بتبدأ إن أنت النقط بتاعة الانترسكشن دي هي بتكون نقط التركيز بتاعتك اللي أنت بتستخدمها علشان تعمل تركيز على السبجكت الأساسي. وطبعا مش معنى القاعدة دي أنت لو ثبت العنصر مثلا في النص بشكل سيمتري مش هيبقى فيه تركيز، لا هيبقى فيه تركيز وكويس وعادي. هي على حسب الحاجة اللي أنت عايز توصلها من المشهد بتاعك أو من الرسم بتاعك. ولحد هنا هنكتفي بالعدد ده من العناصر في الجزئية دي. أتمنى الهدف من دراسة المادة دي بقى أوضح شوية بعد الفيديو ده، وهيبقى أوضح وأسهل في الاستخدام من خلال الفيديوهات اللي جاية.